السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم خالد هيثم وحلقة جديدة من توب 10 كورة. حلقة النهاردة زي ما اتفقنا الأسبوع اللي فات في أكتر 10 لعيبة اتظلموا في ريال مدريد، إن إحنا بقى نعمل النهاردة حلقة عن أكتر 10 لعيبة اتظلموا في برشلونة. بس قبل ما نروح لل10 لعيبة اللي أنا اخترتها، ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب وتكتبوا لي في الكومنتات رأيكم في ال10 لعيبة اللي أنا اخترتها، بالإضافة ل10 لعيبة أنتوا اخترتوها وشايفين إن هم اتظلموا قوي في برشلونة. طيب نبتدي بقى بالمركز العاشر معانا النهاردة، واللاعب اللي أنا اخترته في المركز العاشر هو يمكن ما كانش سوبر ستار قوي، بس كان عامل أداء قوي قوي في الدوري الايطالي ومكسر الدنيا. لما راح برشلونه تعتبر مسيرته انتهت، وهو البوسني ميران بيانيتش. ظهر بيانيتش بقوه على الساحه الرياضيه سنه 2011 مع نادي روما، لعب معاهم 5 سنين لحد سنه 2016، وكانت 5 سنين قويين جدا في مسيره بيانيتش. لعب حوالي 185 مباراه، ساهم فيهم بحوالي 75 هدف، سجل 30 وصنع 45. كمان بيانيتش كان ضمن تشكيل الدوري الايطالي موسم 2015-2016، عشان سنه 2016 يشتريه نادي اليوفي ويقدم معاهم برضو 4 سنين قويين جدا. مع اليوفنتوس اخذ 4 بطولات دوري و2 كاس ايطاليا و1 سوبر ايطالي، وسجل 22 هدف وصنع 41 هدف. واختارته اليويفا سنه 2016-2017 عشان يكون ضمن التشكيل المثالي لدوري ابطال اوروبا. سنه 2020 قرر بيانيتش انه ينتقل للدوري الاسباني ويلعب في نادي برشلونه. قعد معاهم سنه، بس للاسف كانت سنه سيئه جدا. لعب معاهم 13 مباراة أساسي فقط، وحتى على مستوى البطولات كان المستوى ضعيف جدا، أخذ معاهم بطولة كاس أسبانيا فقط. للأسف خطوة انتقال بيانيتش من الدوري الإيطالي لنادي برشلونة ما كانتش في صالحه خالص. هو كان عامل أداء قوي جدا مع نادي روما، وكان عامل أداء برضه كويس مع نادي اليوفنتوس، بس لما انتقل لبرشلونة لعب معاهم سنة سيئة جدا. نخش بقى على المركز التاسع، واللاعب اللي أنا اخترته النهارده هو لاعب برضه كان مكسر الدنيا في الدوري الإيطالي ومع نادي ميلان، ولما راح نادي برشلونة برضه ما عملش أي حاجة، وهو الإيفواري فرانك كيسيه. فرانك كيسيه لعب مع اي سي ميلان من موسم 2017 لموسم 2022، كانوا 5 مواسم قويين جدا لفرانك كيسيه، وكان من اهم لعيبه اي سي ميلان. وعلى الرغم ان فرانك كيسيه دوره في الملعب يعتبر دفاعي اكتر، لكن برضه سجل معاهم 37 هدف وصنع 14. لعب حوالي 223 مباراه واخذ بطوله دوري. في 2022 قرر فرانك كيسيه انه ينتقل لنادي برشلونه عشان يلعب معاهم سنه واحده بس. لعب حوالي 43 ماتش، بس كان مستواه ضعيف جدا، وكان في ماتشات كتير بينزل احتياطي وماتشات اكتر كان بيخرج وما كانش بيكمل الماتش. سجل 3 اهداف بس وصنع 3 اهداف. اخذ مع برشلونة بطولة الدوري وبطولة الكاس. بعد كده قرر انه ينتقل سنة 2023 الى اهلي جدة في الدوري السعودي. وعلى مستوى المنتخب فرانك كيسيه برضو كان دايما حاضر مع منتخب الكوت ديفوار، واخذ معاهم كاس افريقيا سنة 2024. اما بقى بالنسبه للمركز الثامن اللي اخترته النهارده، فهو برده للمره الثالثه لاعب كان مكسر الدنيا في الدوري الايطالي، وبرده لما راح برشلونه ما عملش اي حاجه، بس المره دي هو لعيب ايطالي، وهو تقريبا اخر لاعب ايطالي لعب في برشلونه، وهو اللاعب زامبروتا. قصه زامبروتا فيها شبه كبير قوي من قصه كانافارو اللي حكيناها في قصه اكتر 10 لعيبه اتظلموا في ريال مدريد في الحلقه اللي فاتت. برده زامبروتا كان مكسر الدنيا مع اليوفنتوس، وكان عامل اداء قوي جدا مع منتخب ايطاليا لحد ما هبط اليوفي سنه 2006. بدا زامبروتا مشواره مع نادي اليوفنتوس سنه 1999 ولعب معاهم لحد سنه 2006. 7 مواسم قويين جدا مع نادي اليوفي، لعب معاهم حوالي 220 مباراه. اخذ زامبروتا مع اليوفنتوس في ال7 سنين دول 4 دوري ايطالي و2 سوبر ايطالي، بس في 2 دوري ايطالي من ال4 دول اتلغوا بسبب قضيه اليوفي والتلاعب في النتائج، فاتحسب له ان هو خد 2 دوري و2 سوبر ايطالي. في 2006 اخذ زامبروتا مع المنتخب الايطالي كاس العالم، وكان مؤثر جدا مع المنتخب الايطالي وعامل دور قوي جدا، وكمان كان عامل موسم قوي جدا مع اليوفنتوس لحد ما هبط درجه ثانيه عشان يقرر انه يروح يلعب مع برشلونه من سنه 2006 لسنه 2008. سنتين ما كانوش على المستوى خالص، ولعب زامبروتا حوالي 60 مباراه، اخذ بطوله سوبر بس عشان يقرر زامبروتا انه يرجع تاني الدوري الايطالي، بس المره دي عشان يلعب مع اي سي ميلان. لعب معاهم فعلا 4 سنين من 2008 لحد 2012، يعتبر كان مستواه احسن شويه من برشلونه، بس برضه ما كانش زي اليوفنتوس. وصلنا المركز السابع، واللعيب اللي انا اخترته في المركز السابع ده برده كان لاعب قوي جدا، هو برده لعيب افريقي، بس لحد دلوقتي في علامه استفهام كده، هو ازاي مشي بسهوله، وازاي جوارديولا قدر ان هو يستغنى عنه ويسيبه يرحل عن برشلونه بسهوله كده، وهو الايفواري يايا توريه. يايا توريه جه من نادي موناكو الفرنسي لنادي برشلونه سنه 2007 عشان يلعب معاهم 3 سنين لحد سنه 2010. كانت من احسن فترات برشلونه على مستوى البطولات وعلى مستوى الاداء، ولعب مع برشلونه 3 مواسم قويين جدا. لعب معاهم حوالي 90 مباراه، واخد مع برشلونه السداسيه بالاضافه لبطوله الدوري الاسباني كمان. وكان يايا توريه عامل اداء قوي جدا مع برشلونه، والناس كلها بتتكلم عنه لحد سنه 2010 لما قرر بيب جوارديولا ان هو يعتمد على سيرجيو بوسكيتس مكان يايا توريه. قرر الايفواري سنه 2010 انه يرحل عن نادي برشلونه عشان
عشان ينتقل للدوري الانجليزي ويلعب مع نادي مانشستر سيتي ويبدا معاهم المشروع الجديد من سنه 2010 لحد سنه 2018. لعب حوالي 250 مباراه، سجل 60 هدف، واخد مع مانشستر سيتي 3 دوري وواحد كاس وواحد كاس رابطه وواحد كاس الدرع الخيريه. كمان على المستوى المنتخب الايفواري يايا توريه كان حاضر بقوه ولعب 3 كاس عالم مع منتخب الكوت ديفوار، ولعب 6 مرات افريقيا مع منتخب الكوت ديفوار، واخد واحده بطوله كاس الافريقيه سنه 2015، واخد احسن لاعب في افريقيا 4 مرات متتاليه ورا بعض. اما بقى بالنسبه للمركز السادس واللاعب اللي انا اخترته برده في المركز السادس دوت يعني علامه استفهام لحد دلوقتي، انا مش عارف ازاي برشلونه قدر ان هو يسيبه ويمشي بسهوله كده، وهو التشيلي اليكسيس سانشيز. مبدئيا جه اليكسيس سانشيز من نادي اودينيزي الايطالي سنه 2011، لعب مع برشلونه حوالي 111 مباراه، سجل فيهم 49 هدف، واخد معاهم بطوله دوري وبطوله كاس واثنين سوبر اسباني وواحد سوبر اوروبي وواحد كاس العالم للانديه، وكان يعتبر عامل اداء كويس مع برشلونه وعامل نتائج كويسه وارقام مش بطاله. بس سنه 2014 قرر برشلونه فجاه ان هو يبيع اليكسيس سانشيز بعد توصيه من بيب جوارديولا، عشان يقرر اليكسيس ان هو ينتقل الى نادي ارسنال سنه 2014 عشان يلعب معاهم برضو 4 سنين، بس كانوا 4 سنين قويين جدا. لعب معاهم حوالي 166 مباراه، سجل 80 هدف وصنع 46 هدف، وكان من افضل فترات حياته وعمل مواسم قويه جدا، وكل الناس استغربت ان اللاعب دوت ازاي كان في برشلونه وقدروا ان هم يستغنوا عنه بسهوله. اخذ مع ارسنال 2 كاس انجلترا وواحد درع خيريه. وكمان على مستوى المنتخبات اليكسيس كان ليه حضور قوي جدا مع منتخب تشيلي، واخذ معاهم 2 كوبا امريكا، والاثنين كانوا من منتخب الارجنتين في النهائي. المركز الخامس ده بقى علامه استفهام كبيره جدا، ولحد دلوقتي احنا مش فاهمين هو ايه اللي حصل بصراحه معاه، ومش عارفين هو ازاي انتقاله لبرشلونه كان سيء قوي كده، وهو التركي اردا توران. اردا توران تألق وكسر الدنيا مع نادي اتلتيكو من سنه 2011 لسنه 2015، كان عامل اداء قوي جدا، لعب مع اتلتيكو مدريد 178 مباراه، سجل 22 هدف وصنع 32 هدف، واخد مع اتلتيكو مدريد اكتر من بطوله زي بطوله دوري وبطوله كاس وبطوله سوبر اسباني وبطوله الدوري الاوروبي والسوبر الاوروبي، عشان يقرر سنه 2015 انه يلعب مع نادي برشلونه عشان يلعب معاهم 3 سنين، بس كانوا 3 مواسم ضعاف جدا. واردا توران اللي كان مكسر الدنيا مع اتلتيكو مدريد ما كانش ليه اي حضور تماما مع برشلونه، لعب معاهم 55 ماتش، سجل 15 هدف وصنع 11. اردا توران اخذ مع برشلونه طبعا بطولات كتير بس بالاسم، بس ما كانش ليه اي دور ولا كان مشارك فيهم ولا كان ليه اي بصمه، وفي سنه 2018 قرر انه يسيب برشلونه ويرجع يلعب في الدوري التركي. وصلنا بقى دلوقتي للمركز الرابع، واللاعب اللي انا هتكلم عنه دلوقتي في المركز الرابع هو اسطوره، هو مش لعيب عادي زي اللعيبه اللي فاتت، هو يعتبر اسطوره وعدى على انديه كتير جدا، تألق في 90% منهم. خطوه برشلونه ما جاتش معاه خالص وما كانش ليه اي دور فيهم خالص، وهو الاسطوره زلاتان ابراهيموفيتش. مش هتكلم كتير قوي عن مسيره زلاتان لان لو قعدت اتكلم عن مسيرته الحلقه مش هتخلص، فخليني اقول لكم بس ان هو كان مكسر الدنيا مع اليوفي لحد سنه 2006، وبعد كده لعب مع الانتر لحد سنه 2008، برضه سنتين قويين جدا. في سنه 2009 بقى قرر ان هو يروح الدوري الاسباني ويلعب مع نادي برشلونه سنتين لحد سنه 2011، بس كانوا سنتين ضعاف جدا، وهو بنفسه قال ان دي اكتر خطوه انا ندمت عليها واكتر فتره انا ما بحبش افتكرها. لعب زلاتان مع برشلونه في السنتين دول تقريبا 46 مباراه فقط، وده عدد قليل جدا، سجل فيهم 22 هدف وصنع 13. اخذ مع برشلونه 4 بطولات، بطوله دوري وبطوله سوبر اسباني وبطوله سوبر اوروبي وكاس العالم للانديه. بس الغريب في الموضوع ان خطوات ابراهيموفيتش قبل ما يروح برشلونه كانت قويه جدا، سواء مع اياكس او اليوفي او انتر، وخطوات زلاتان برضه بعد ما ساب برشلونه كانت قويه جدا، سواء مع باريس سان جيرمان او حتى اي سي ميلان. يمكن فتره مانشستر يونايتد برضه ما كانتش قويه جدا، بس حتى ما كانتش في سوق خطوه برشلونه. وصلنا بقى للمركز الثالث، واللاعب اللي انا هتكلم عنه دلوقتي برضه لغز غريب جدا، كان مكسر الدنيا قبل ما يلعب في برشلونه وكان مكسر الدنيا بعد ما لعب في برشلونه، بس فتره برشلونه كانت فتره سيئه جدا، وهو الفرنسي جريزمان. لعب انطونيو جريزمان مع اتلتيكو مدريد من سنه 2014 لسنه 2019 5 مواسم قويين جدا، لعب حوالي 257 مباراه، سجل 133 هدف وصنع 50 هدف، اخذ بطوله سوبر اسباني واخذ دوري اوروبي واخذ سوبر اوروبي، وكان مكسر الدنيا وكان من احسن لعيبه اتلتيكو مدريد بل من احسن لعيبه العالم. جريزمان قبل ما يجي برشلونه كان فعلا مكسر الدنيا، واخد المركز الثالث في الكره الذهبيه وجائزه الفيفا سنه 2016 و2018، واخد افضل لاعب في الدوري الاسباني سنه 2016 وكان في فريق الموسم سنه 2014 2015، واخد افضل لاعب والحذاء الذهبي في بطوله اوروبا 2016، بالاضافه ان هو اخد مع برشلونه سنه 2019 انه يشتري جريزمان من نادي اتلتيكو مدريد برقم كبير جدا، لكن في الاخر قضى معاهم موسمين سيئين جدا، لعب 99 مباراه وسجل 35 هدف بس وصنع 17،
واخد معاهم بطوله كاس. وصلنا بقى للمركز الثاني اللي انا اخترته النهارده، وهو برده كان صفقه غريبه جدا. العالم كله اتصدم، مش جمهور برشلونه بس، والناس كلها اتضايقت عليه لانه كان موهبه كبيره جدا، وللاسف الموهبه دي انتهت وماتت بسرعه جدا. اللاعب اللي انا هتكلم عنه دلوقتي فيه شبه كبير قوي من صفقه هازارد اللي اتكلمنا عنها برده في الحلقه اللي فاتت في اكتر 10 لعيبه اتظلموا مع ريال مدريد، وهو البرازيلي كوتينيو. مبدئيا كوتينيو مع ليفربول لعب من موسم 2013 لموسم 2018، لعب حوالي 200 مباراه وسجل 54 هدف وصنع 45. هو فعلا ما حققش بطولات خالص مع ليفربول، بس ساعتها المشروع كان بدا يظهر، وكان هو يعتبر اهم لاعب في المشروع دوت. وفعلا المشروع ده انطلق وكسر الدنيا وخد بطولات كبيره جدا، اهمها دوري ابطال اوروبا وكاس العالم للانديه، عشان يقرر برشلونه سنه 2018 انه يشتريه من نادي ليفربول بصفقه غاليه جدا كلفت النادي حوالي 120 مليون يورو. لعب معاهم لمده سنه حوالي 50 مباراه، سجل 25 وصنع 14. اخذ معاهم بطولتين ثلاثه، بس ما كانش ليه دور قوي قوي مع برشلونه. لعب سنه واحده مع نادي برشلونه، وبعد كده طلع اعاره لنادي بايرن ميونخ، لعب معاهم سنه واحده. وطبعا كان ليه ذكرى قويه جدا مع نادي بايرن ميونخ، وهي مباراه ال 8-2 ضد نادي برشلونه. لك ان تتخيل بقى كوتينيو دوت لو كان كمل مع الليفر في الفتره بتاعت صلاح وماني وفيرمينيو ويورجن كلوب والبطولات اللي خدوها دوت، شوف الليفر اصلا كان هيروح فين، وشوف كوتينيو كان هيبقى عامل ازاي. وصلنا بقى للمركز الاولاني والتوب 1 اللي انا هتكلم عنه دلوقتي. هو يعتبر اسطوره مش لعيب عادي، في ناس حبت كره القدم بسببه. هو ليه ارقام قويه جدا، وكان مكسر الدنيا في الدوري الانجليزي، وللاسف لما راح برشلونه مستواه ضعف جدا. التوب 1 معانا النهارده هو الاسطوره تيري هنري. مبدئيا الغزال الفرنسي لعب مع نادي ارسنال من سنه 1999 لحد سنه 2007، لعب معاهم حوالي 377 مباراه وسجل 228 هدف، ويعتبر هو الهداف التاريخي لنادي ارسنال حتى الان. صنع مع نادي ارسنال حوالي 100 هدف، واخد 2 بطوله دوري منهم دوري اللا هزيمه، واخد 3 كاس و2 درع خيريه، وكان وصيف دوري ابطال اوروبا سنه 2006. اخد احسن لاعب في انجلترا مرتين، واخد 4 مرات هداف الدوري الانجليزي، اخد احسن لاعب في فرنسا 5 مرات، واخد وصيف احسن لاعب في العالم سنه 2003، ووصيف الكره الذهبيه برضه سنه 2003، وكان ثالث لاعب في الكره الذهبيه سنه 2006. اما بقى على الصعيد الدولي فتيري هنري مع منتخب فرنسا حدث ولا حرج، اخذ معاهم بطوله كاس العالم سنه 1998 وبطوله اوروبا سنه 2000 وكاس القارات سنه 2003، وكان وصيف العالم سنه 2006. مش كده وبس، ده كمان تيري هنري كان لحد قريب جدا هو الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا، لحد ما قدر جيرو ان هو يكسر الرقم دوت من قريب. سنه 2007 قرر الاسطوره الفرنسيه تيري هنري انه يرحل عن ارسنال ويلعب مع نادي برشلونه لحد سنه 2010. لعب معاهم 3 مواسم، بس للاسف كانوا 3 مواسم مش قويين قوي زي ما كان في الدوري الانجليزي. لعب تيري هنري مع برشلونه في ال3 سنين حوالي 100 ماتش، سجل 50 هدف وصنع 27. على مستوى البطولات اخذ مع برشلونه بطولات كتير جدا منهم السداسيه. سنه 2010 قرر هنري انه يرحل عن برشلونه وطلع على الدوري الامريكي علشان يقضي معاهم فتره هناك، وفي النص كده لعب 6 شهور لنادي ارسنال سنه 2012، ورجع تاني تيري هنري الدوري الامريكي علشان يعتزل كره القدم هناك سنه 2014. الاسطوره تيري هنري كان هو التوب 1 معانا النهارده. حابب اعرف رايكم في الكومنتات في التوب 10 اللي انا اخترتهم، بالاضافه اللي انتوا كمان تقولوا لي مين اكتر 10 لعيبه اتظلموا في برشلونه. اتمنى تكون حلقه النهارده نالت اعجابكم، ولو فعلا الحلقه عجبتكم ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وباذن الله نتقابل قريب في حلقه جديده على خير. السلام عليكم.